هي مشكلتنا ان احنا بنحمل وبنحط الشماعه على غيرنا. اول حاجه بنحط الشماعه على راس الكتكوت، ما لقيناش الكتكوت نحط الشماعه على راس العلف، ما لقيناش العلف نحط السماعه على راس التحصينات وكفاءه وشركات التحصين. وانا بقول لك اهو والله اقسم بالله ان في بعض الناس حطوا الشماعه على رقبه الجن والعفاريت. ان في بعض العملاء كانوا معايا في مصر كان يتصل عليا يقول لي العنبر يا دكتور فيه عفريت، اصل النافق في الحته دي بس من العنبر، فاحنا جبنا شيخ ودجل وشعوذه ويحط الشماعه على العفاريت. لكن الحقيقه المره ان السبب المباشر هو احنا اللي مش عارفين نطبق برنامج التحصين. البرامج زي ما قلت لك كلها ايه؟ كلها صح. 6 زائد 4 10، 5 زائد 5، المهم التنفيذ، المهم يا بشر التنفيذ. فانت تبقى مخلص وشغال وبتعرق وبتتعب وبيطلع ميتينك في العنبر وقاعد في وسط مالك واخر السنه خسران. ليه؟ لانك بعيد عن العلم، بعيد عن الادوات العلميه اللي بتساعدك. انا النهارده في الحلقه دي والله العظيم بقول لك هو ده الكنز الحقيقي. انت لو حطيت ايدك على تطبيق التحصين صح، تخيل معايا ان عنبرك على مدار السنه ما بيجيلوش فيروس. هتخسر ازاي؟ اكيد طول السنه كسبان، ويوم ما البورصه تنزل اكيد هتلم مالك، هتتقل فرختك وتلم فلوسك. فموضوع تطبيق التحصين ده هو اخطر نقطه لازم نتكلم فيه كلنا، ولازم ننشر الحلقه دي او لكل مربين الفراخ. نقطه كمان لازم ناخد بالنا منها، لما تيجي تحصن رش او شرب زود الجرعه شويه. يعني ممكن تخليها في الرش مثلا جرعه وربع لل1000، وممكن تخليها في الشرب جرعه ونص. يعني لما تيجي تحصن نيوكاسل مثلا شرب عمر مثلا 19 يوم، مفيش مانع انك تخليها جرعه وربع، جرعه ونص، علشان الفقد اللي هيحصل من خط الميه والكلور والمشاكل اللي احنا بنحكي فيها دي. فالنقط دي كلها لما حضرتك بتحطها في الحسبان وبتشتغل عليها وبتعمل اللي عليك وبتاخد بالك منها، يبقى انت كده بترفع من ايه بقى؟ من نسبة الفراخ اللي هتستجيب للتحصين. يعني النهارده انت بعد ما كنا بنقول 60 70% هم اللي هيتحصنوا صح، لما بتعمل الحاجات دي، التفاصيل البسيطة دي، وتهتم بجودة المية ودرجة حرارة المية، التحصين لازم يكون رش فيه مثلا الاي بي، الدوز يكون الجرعة تكون جرعة وربع او جرعة ونص. الكلام ده بيرفع بقى ايه؟ بيرفع من النتيجة اللي انت هتحصل عليها، بدل ما تحصل على 60 70% لا هتوصل ل 90% على الاقل. وده اللي يفسر لك ان ليه في بعض الناس نافقها بيوصل 10% بس وناس بيوصل 90%. يبقى الفكرة هنا ان اللي بيشتغل صح يوم ما هيجيله الفيروس هينفق 10%. وعلى فكرة لو كان الفيروس نيوكاسل، النيوكاسل بالذات تقدر ان انت لو دخلت العنبر وشميت ريحة النيوكاسل تقدر تحصن تحصين اضطراري رش النافق ما يزيدش عن 3-4%. ومع انه فيروس نيوكاسل والقطيع فيه نيوكاسل، والنافق اللي هيطلع يعني مش هيكون عالي لكن فيه اعراض النيوكاسل. لكن علشان انت شميت النيوكاسل، ان انت مربي بقالك سنين بتربي، لازم تشم ريحه النيوكاسل. لو ما خدتش بالك من النيوكاسل قبل ما ينتشر في القطيع، النافق ممكن يوصل اكتر من 30%. لكن لو انت بسرعه عملت كنترول ورشيت اول ما الفيروس يشتغل، صدقني عن تجربه مش هيزيد النافع عن 5%. طب العلاج ايه يا دكتور سامح؟ عايزين نعرف العلاج المناسب في حاله الاي بي والنيوكاسل وباقي الفيروسات. العلاج بسرعه علشان ما اطولش على وقت حضراتكم. لو كان المشكله عندك في الفراخ اي بي، اعمل حسابك الاي بي زيه زي الكورونا في الانسان، هو نفس العيله نفسها اسمها الكورونا برضه. اذا العلاج انبوبه الاكسجين. لما حصل والناس جالها كورونا كان العلاج الصحيح والسليم والخناق كله كان ضرب النار كله على ايه؟ على انبوبه الاكسجين. يبقى انت هتزود التهويه. يعني كل ما هتزود التهويه في حاله فيروس الاي بي كل ما هتقلل النافق شويه. مش هتوقفه طبعا، لكن اللي هيوقف لك النافق هو سابق التحصين. عمليه التحصين في الاول لو هي كانت كويسه فالنافق بيكون مش عالي. لكن احنا بنتكلم في ان اللي حصل ودخل الفيروس العنبر، فايه الحل؟ الحل ان انت تقلل النافق شويه من خلال زياده التهويه.
ممكن طبعا الاي بي في منه عتره كلويه وعتره تنفسيه، فانت هتاخد الموضوع من النص، امسك العصايه من النص، يعني برضه هتقلل نسبه البروتين عشان الكليه، اعتبره برضه اي بي كلوي، فاشتغل برضه على الغسيل الكلوي ويحط دشيشه او جيب علف ناهي ودشه. المهم ان انت تقلل نسبه البروتين علشان لو كان اي بي كلوي، وتحط غسيل كلوي وعسل اسود ودشيشه، في ناس بتحط دشيشه مفيش مانع في الحالات اللي زي دي. بالنسبه للنيوكاسل، لو بعد الشر الفراخ فيها نيوكاسل، ايه العلاج؟ علاج باختصار وبمنتهى البساطه زي ما عودناكم، انك تحصن بسرعه تحصينه النيوكاسل رش، لاسوتا رش. اصلا كان المفروض انك تحصن كويس من الاول، هو ده العلاج، لكن خلاص قدر الله ما شاء فعل والفراخ جالها، لازم تكون بتشم النيوكاسل. زي ما قلت لك النيوكاسل ده بيتشم كده. بيتشم ازاي؟ يعني العلف بيقل، الفراخ مثلا بتلاقيها باركه كده، الفرخ بارك على بطنه كده وبيرتعش وبيضرب راسه في الارض كده، تحس ان في كهرباء في جسمه كده. لازم يبقى انت عارف انت الميه والاكل والمناعه الحاجات دي بتتشم كده، بتتعرف. طبعا التشريح مع اول يوم نافق بتشرح وبتشوف الاعراض التشريحيه جوه الفرخ، لكن بسرعه اول ما تشك ان هو نيوكاسل تحصن رش علشان تحمي فراخك من ان النافق ما يزيدش عن 5%. لو نجحت انك تشخص في الاول صح، صدقني هتريح بالك والنافق مش هيزيد منك. بصراحه يا جماعه اليوم اللي هيتاخر فيه التشخيص في النيوكاسل، يعني اليوم الواحد بيفرق معاه 5-10% نافق. يعني لو شخصت النهارده النيوكاسل وحصنت النهارده، افضل انك تشخص بكره وتحصن بكره، ممكن يفرق معاك اليوم ده بس كده، يفرق يعني في حدود 10% في النافق نفسه. فانت طبعا ده لو انت مش محصن الفراخ، لكن لو كنت محصن الفراخ من الاول مره واثنين، مره عمر يوم ومره عمر 12 مع الرش زي ما قلنا كده مع الاي بي مثلا، مره عمر 19 يوم مثلا، انت لو محصن كده كويس طبيعي برضو النافق مش هيزيد عن 10%. لكن لو جيت بقى انت قبل دخلة الفيروس وشميت الفيروس وحصنت ساعتها قبلها بيوم، بعون الله مش هيزيد عن 5%، ممكن ما ينشطش اصلا وما تحسش بيه خالص يعني. وبكده يا شباب نكون وصلنا لنهايه حلقتنا علشان ما نطولش على وقت حضراتكم.